بعد ما كشفوا مؤامرة بلويزر علشان تنشر الفوبيا من الحيوانات المفترسة وتسيطر على الحكم باستخدام قلم تسجيل الجزر، جودي ونيك بقوا شركاء رسميين في قسم شرطة زوتوبيا بمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على نظام الطقس في زوتوبيا، واللي بيسمح لأنواع مختلفة من الحيوانات إنها تتعايش في نفس المدينة. العمدة الجديد والممثل السابق براين بيكرم نيك وجودي على خدمتهم، وده أول يوم ليهم في الاسم. رئيس الشرطة بوجو بيديهم تعليمات عن مهمتهم للقبض على مهرب غير شرعي في حوض بناء السفن، وبما إن نيك وجودي لسه مستجدين هو عاوزهم يراقبوا المهمة بس، لكن هم كانوا خلاص انطلقوا بالفعل. بيحاولوا يتسللوا للمينا بس بيوقفهم المهرب واللي شغال ضابط هناك في نفس الوقت. بعد كده بيبدأوا يعملوا عليه تمثيلية إن ابنهم الصغير بيعشق السفينة دي وهيتبسط قوي لو خد منه إمضة على الأقل. وهو بيمضي جودي بتحاول تفتح الحاوية، لما بيسمع الصوت بيبص وبتخرج كل البضايع غير القانونية. المهرب بيبتدي يهرب في عربية الفان بتاعته، فبيضطروا ياخدوا عربية واحد مدني عشان يطردوه، وبيعملوا فوضى كبيرة في مطاردة العربيات لدرجة إنهم بيكسروا تمثال العمدة في الحفلة بتاعته. المحقق زبرا بيعتقل المهرب قبل ما يقدروا يوصلوله، وجودي بتفوق وتلاقي نفسها في الفان المتحطمة وبتلاقي جلد تعبان متسلخ. رئيس الشرطة بوجو بيديهم في جنابهم علشان ما سمعوش الأوامر، بس جودي بتوريه اللي لقيته وبتقوله إن الزواحف ممنوعة في زوتوبيا، ورغم كده لقوا جلد زواحف. رئيس الشرطة ما بيهتمش وبيسكتها. بعد كده بيكلمها على انفراد وبيقول لها إنه بيحبهم جدا وإنهم قدموا خدمة عظيمة للمدينة، بس لو استمروا في المشاغبة وتجاوز الحدود هيضطر يفصلهم عن بعض كشركاء. والباقيين بيتريقوا عليهم وعلى ثنائيتهم الغريبة، بس الأرنبة مصممة تثبت لهم إنهم غلط، في حين إن نيك نونشالانت مش فارق معاه. في البيت بينما نيك مأنتخ ومريح، جودي بتبدأ تشتغل على القضية، والتلفزيون شغال على الأخبار ومذكرات مؤسس المدينة ابنزر لينكسلي عن طريق عمل جدار طقس في زوتوبيا هتتعرض في الحفلة الكبيرة النهاردة اللي بتستضيفها عائلة لينكسلي بعد هجوم الزواحف الشهير. المذكرات دي فضلت مستخبية وهتتعرض للعلن لأول مرة. جودي لما بتسمع ده بتركز وبتشوف عربية فان في الخلفية، وهي نفس الفان اللي استخدمها المهرب، فبتبحث على الانترنت عن المذكرات دي وبتلاقي قناة مؤامرات بتقدمها واحدة اسمها نيبلز، وبتقول ان الذكرى دي لجدار الطقس هي كمان ذكرى هجوم الزواحف الوحيد في زوتوبيا لما خادمة عيلة لينكسلي ماتت من عض تعبان، ومن ساعتها مفيش اي تعابين في زوتوبيا، بس هي بتعتقد ان في تعبان هيرجع قريب. جودي بتتصل بنيك وتقوله على كل اللي وصلت له، بس هو بيبقى عايز يرتاح، لكن جودي بتكون خلاص اقتحمت بيته بالفعل. نيك بيقول لها انهم مش هيعرفوا يدخلوا هناك، بس هي بتكون جاهزة بلبس شرطة المرور. الحفلة بتبدأ وكل الشخصيات المهمة في المدينة موجودين هناك، ونيك وجودي بيوصلوا هما كمان. هي بتلاقي عربية الفان ونيك بيوريها باب خلفي مفتوح، بيغيروا هدومهم ويلبسوا لبس شيك وبيدخلوا الحفلة. جودي بتحس ان في حد هيحاول يسرق المذكرات وانهم لازم يحموها. المذكرات معروضة في اسم كبار الشخصيات، ونيك بذكاء بيصاحب دب غني علشان يقدروا يدخلوا هناك، وبيتواصلوا مع بعض بسماعات. وجودي بتروح علشان تفحص المذكرات. نيك بيحذرها ان رئيس الشرطة بوجو موجود هناك، وهي بتحاول تستخبى منه. بتخبط في باوبرت الابن الاصغر لعيلة لينكسلي، هو شخص غريب وانطوائي شوية بس بسرعة بيبقوا صحاب، واول ما بيعرفها بيسألها لو هي هنا علشان تحمي المذكرات، وبيدور بينهم حوار لطيف. ولما نيك بيحاول يتكلم بيوقع السماعات بتاعته وبيلاقي وقتها جلد زواحف. رئيس عيلة لينكسلي ميلتون بيظهر ومعاه كاتريك وكيد الابن والابنة الكبار اللي بيتنمروا على باوبرت. العمدة وميلتون بيطلعوا في الوقت ده على المسرح. نيك وهو بيتتبع الأسلاك بيشوف شخص غامض فوق في النجفة الكبيرة، وبيحاول يحذر الناس بس بيخبط في رئيس الشرطة بوجو. رئيس الشرطة بيغضب وبياخده وبيمشي بيه. جودي بتشوفه ونيك بيزق الإضاءة علشان يكشف الدخيل، والدخيل بينط على المسرح وبيطلع تعبان أفعى، وأول ما بيشوفوه الكل بيجري وبتبدأ الفوضى. التعبان بيخطف ميلتون والمذكرات وبيهرب، وجودي بتجري وراه، ونيك هو كمان بيجري ووراهم طبعا بوجو. كل حاجة بتتبهدل وبتتكسر
بس جودي بتنجح في انها تخرج في حين ان نيك بيتحاصر وما بيعرفش يعدي، وهما بيجروا بيكشفوا خلطة الفار الطباخ بتاع زوتوبيا. التعبان بيستخبى في أوضة وبيستخدم عيون ميلتوم علشان يفتح القفل بتاع صندوق المذكرات. جودي بتدخل برضو وبتطلب منه ما يأذيهوش. التعبان بيقول لها انهم عمرهم ما أذوا حد وانهم مش الأشرار، بل ميلتون هو الشرير، وان المذكرات دي هتثبت براءتهم وهيقدروا يرجعوا تاني للمدينة. فجأة نيك بيضرب التعبان وبيفقدوا الوعي، وميلتون بيخطف المذكرات وابنه وبنته بيدخلوا يقولوا له ان الشرطة جاية. ميلتون بيأمرهم يقتلوا التعبان ويحرقوا المذكرات، وبيقول لنيك وجودي انهم هيبلغوا ان التعبان هجيبهم وانهم لازم يسكتوا خالص، بس جودي بترمي نار علشان توقفهم. جودي بتحاول تهرب ومعاها التعبان، ونيك بيحاول يساعد، بس التعبان بيفوق فجأة وبيبدأ يلف بشكل جنوني وخارج عن السيطرة، وبيطير المذكرات كمان من ايده. في الوقت ده بوجو بيقتحم المكان والتعبان بيعضه بالغلط. جودي بتحاول تساعد بوجو، ولما باقي الضباط بيشوفوا الموقف كاتريك راح قايل لهم انهم بيساعدوا التعبان، والضباط طبعا بيجروا علشان يقبضوا عليهم، فرموا التعبان لبره وفي شخص غامض على موتوسيكل بياخده وبيهرب بيه، والضباط بيضربوا عليهم نار. فجودي بتخطف المذكرات وتنط من الشباك، وهما بيهربوا بيخبطوا في عربية مستر بيج ورجالته بياخدوهم وبيحطوهم في شنطة العربية. واخبار الهجوم بتنتشر في زوتوبيا كلها، وبقوا دلوقتي هاربين من العدالة، وبوجو بيتعالج. ميلتون بيقول للعمدة بكل وضوح انهم محتاجين يخلصوا من التلاتة دول، وهو هيرجع المذكرات ويدفنها معاهم والا هيدوروا على عمدة جديد، وبيبعت قوات الشرطة كمان وراهم. جودي بتتكلم مع اهلها، بس نيك بيكسر التليفون علشان الشرطة هتحاول تتتبع مكانهم، والرجالة بياخدوهم لمصنع انتاج الشنط. بنت مستر بيج دلوقتي ماسكة شغل العيلة، بيدوهم هويات جديدة وبيقولوا لهم يستخبوا. عيلة لينكسلي عيلة قوية وخطيرة ومش هيقدروا يحاربوهم، بس جودي بترفض تستسلم وبتسأل لو عندهم اي معلومات عن المذكرات، بس مستر بيج ما عندوش معلومات، وبيقول لهم لو الموضوع متعلق بتعبان يبقى مفيش غير زاحف هو اللي هيقدر يديهم الإجابة. بنته بتديهم كارت نيبلز لأنها ممكن تساعدهم في الموضوع ده، وبيقابلوا نيبلز بس بتبان مجنونة شوية، ورغم كده جودي بتقرر تمشي وراها. بتاخدهم لسوق المستنقع اللي بيعيش فيه معظم الزواحف. صديقها جيسوس وهو سحلية عايش هناك. لما زوتوبيا ظهرت بشكلها الحديث المنطقة دي اتعزلت عن باقي المدينة، وعشان كده الزواحف بيحبوا المكان ده لأنهم بيقدروا يعيشوا براحتهم ويعملوا اللي هم عايزينه. نيك وهو بيتكلم بيضايق كلب بحر بيلعب، بس نيبلز بتاخده وتخرجه من هناك. بعد كده بتكلم فرس نهر شغال معدية وبيوديهم لسفينة مهجورة. في الوقت ده الضباط بيطردوهم وبيوصلوا هناك، وأسد البحر بيوريهم الطريق، بس هما كمان بالغلط بيضايقوا أسد البحر. نيبلز بتاخدهم لصاحبها جيسوس وبيعزم عليهم ببعض الدود، وعلشان ما يضايقوهوش الاتنين بياكلوه، بس جيسوس بيضحك مع الباقيين وبيطلع انها كانت اصلا مقلب. وجودي بتوريه وقتها المذكرات، ولما بيشوف الغلاف المعدني بيقول ان السر اكيد مستخبي في الغلاف ده لان الافاعي بتقدر تشوف حاجات في المعدن. جودي بتستغرب ومش فاهمة ايه اللي ممكن يكون مستخبي فيه. جيسوس بيقول ان مهما كان السر ده فهو اكيد مهم جدا لان خادمة لينكسلي ماتت بسببه، وبعد الحادثة دي مفيش اي حيوان ثدي بقى بيثق في الزواحف، وعشان كده سابوا المدينة وجوه هنا. وعيلة لينكسلي وسعت المدينة على حسابهم، والتوسع ده بيحصل تاني دلوقتي ومفيش اي طريقة لتوقيفهم. الضباط فرسان النهر بيلاقوهم، والظابطة هوك بوتم هي كمان بتقتحم المكان والكل بيبدأ يجري. جيسوس بياخدهم وبيقول لهم ان انقاذ زوتوبيا بقى عليهم هم دلوقتي، وبيهرب من هناك. فجأة التعبان بيخطف المذكرات وبيهرب. جولي بتحاول تفهمه انهم يقدروا يساعدوه، بس هو بيكون هرب خلاص للمية. جودي بتبدأ تطارده ونيك بيحاول يلاحقها، والشرطة برضو وراهم، والتعبان بينط في انابيب نقل المية. نيك بيحاول يحذرها ان الانابيب دي مش للحيوانات البرية، بس جودي بتكون نطت بالفعل، فبيلاقي نفسه مضطر ينط وراها. نيك بيحاول يحذرها ان النفس هيخلص منهم قريب، بس جودي مركزة قوي في مسك التعبان وبسرعة بتمسك ديله، وشنطة التعبان بتقع ونفسها بيخلص وبتبدأ تغرق، بس نيك بيمسكها وبيقف عند مفترق الطرق وبيفتح الباب وبيعرفوا يخرجوا. الاتنين بيشوفوا ان التاني هو اللي غلطان، وبتبدأ خناقة صغيرة بينهم. جودي بتشوف شنطة التعبان وبتفتشها وبيلاقوا علبة كبريت قديمة جواها. بعدها بشوية
شوية معيز الجبل بينزلوا وبيسألوهم لو هم كويسين. جودي بتسأل الأنبوب ده بيودي فين، وبيشوفوا إنه رايح ناحية كوبنهاجن. واحد من المعيز بيرمي ورد على نيك، وجودي بتلاحظ إن الورد ده هو نفسه المرسوم على علبة الكبريت، وبتسألهم لقوا الورد ده فين. بيقولوا لها إنه في قمة الجبل، وموجود فندق صغير لقضاء شهر العسل، واللي كان بيستخدم زمان كملجأ مستخبي للتعابين. وبيقولوا لهم إن استخدام الحبل هو طريق مختصر، وبيبدأوا يتسلقوا الجبل. نيك متضايق من جودي بسبب الخطر اللي لسه متعرضين له بسببه، وبيتريق عليها وبيشغل تسجيل صوتها وهي بتقول إنها أرنبة غبية. وبسرعة بيدخلوا في خناقة، وبسبب الموضوع ده وبالغلط قلم تسجيل الجزر بيقع وبيتحطم. ولما بتشوف رمزهم المشترك اتكسر بتزعل جدا، وبتطلع لقمة الجبل في صمت. نيك بيطلع وراها وبيحاول يتأسف لها، وقوات الشرطة بتوصل هناك برضو وهم بيتتبعوهم، وبيتوزعوا علشان يفتشوا المكان كله بشكل منفصل. نيك بيقع وبيشوف ان الضباط جايين. في الوقت ده جودي بتلاقي لوحة تحقيقات عليها قصائص جرايد كتيرة. بيكتشفوا ان كان في حي كامل لتعابين، بس عيلة لينكسلي دمرتهم. نيك بيوصل ويحذرها من الشرطة، فبتبدأ تجمع الأدلة، بس نيك بيقول لها ان القضية دي مش مستاهلة انهم يموتوا عشانها. جودي بتقوله لو ما كناش شجعان كفاية العالم عمره ما هيتغير. نيك بيقول لها العالم كده وخلاص مش هنقدر نغيره. ووقتها جودي بتحس انهم مختلفين جدا عن بعض. لما الضباط بيقتحموا المكان علشان يقبضوا عليهم، البيت كله بيتهد وبيقع، وفي ضابط بيمسك نيك. ولما بيحاولوا يقبضوا على جودي، بابرت بيجي ينقذها. هو شغال مع التعبان وصديقه السري. البيت بيقع، بس بابرت والتعبان بيساعدوها، ونيك بيحاول يساعد. وجودي بتتصاب بسهم مخدر وبتغمى عليها. بابرت والتعبان بياخدوها وبيمشوا، ونيك للأسف بيتقبض عليه وبيحطوه في عربية الترحيلات. ميلتون بيوصل وبيسألوا شركتك فين، بس نيك ما بيتكلمش. فميلتون بيؤمر ببدء مشروع التوسيع وتدمير سوق المستنقع، وبيقول مفيش حد هيساعدهم بعد ما ساعدوا التعبان. ونيك بيتاخد على السجن. كيتي في الوقت ده بتوري أبوها فروة لقوها، وميلتون بيفهم وبيأمرهم يدوروا على باوبرت. جودي بتفوق وبتلاقي نفسها على موتوسيكل مع باوبرت والتعبان، وبيقولوا لها ان نيك اتقبض عليه. وبيوصلوا قريب من مدينة علشان جودي والتعبان يستخبوا جواها، والتعبان بيعرفها بنفسه انه اسمه جيري التعبان. بيرجع الكتاب وبيقول لها ما تقلقش من نابو لانه عنده ترياق للسم بتاعه. باوبرت بياخدهم لبيته السري اللي بيستخبى فيه من عيلته الشريرة، وجاري بيبقى متحمس قوي وهو شايف المكان. جودي بتسألهم اتعرفوا على بعض ازاي. جاري بيقول انه بعد جواب بيطلب فيه انه يشوف المذكرات، ولحسن الحظ باوبرت شغال في مكتب البريد ولقى الجواب ده، فتواصل معاه وهربوا لداخل زوتوبيا. باوبرت بيقول انهم هينقذوا المدينة وهيساعدوا شريكها كمان، وبيولعوا نار. وباوبرت بيقول ان السر مستخبي في الغلاف المعدني، ومفيش غير أفعى بتقدر تحس بالحرارة هي اللي تشوفه. جاري بيبدأ يرسم اللي شايفه، وجودي بتستغرب ليه جد باوبرت يخبي سر التعبان في المذكرات. وبسرعة بيكتشفوا ان المذكرات دي ما كانتش لجد باوبرت اصلا، دي كانت ملك للتعبان، وده معناه ان زوتوبيا اتأسست على ايد تعبان. جدة جاري الكبرى كانت عاوزة تعمل مدينة تجمع الكل، فاخترعت جدران الطقس علشان الكل يعيش في نفس المدينة، بس كانت محتاجة مستثمر. وجد باوبرت الأكبر إبنيزر ظهر في الصورة، ولما شاف الإمكانيات الكبيرة للمشروع سجل المذكرات باسمه هو الدني ابن الدنيء. بس الخدامة بتاعته كشفت الموضوع فقتلها بالسم ولبس التهمة لجدة جيري الكبرى. وبما إنها تعبان الكل ما بقاش يثق فيها، وكل الزواحف اتطردوا من المدينة ووسعوا مدينة التلج، ومدينة الزواحف القديمة اتدفنت تحت التلج خلاص. ابنيزر افتكر ان مفيش حد هيكتشف سره، بس جدة جاري الكبرى لقت براءة الاختراع الأصلية وخبتها في بيتها. جاري بيرسم الخريطة القديمة، ودلوقتي بقوا عارفين مكان مدينة الزواحف القديمة المدفونة تحت التلج، بس ازاي هيلاقوا البيت تحت تلج؟ جودي بتقول انه كان في منارة، ولو عرفوا ينوروها هيلاقوا البيت. بتدور في الكتاب وبتكتشف ان مفتاح التشغيل موجود جوه جدار الطقس بتاع مدينة الصحراء والصواعق. في الوقت ده عائلة لينكسلي بتحدد مكان بابرت عن طريق موبايله. هاك بوتوم بتاخد نيك لجوه السجن
السجن اللي فيه معظم المجرمين اللي بيكرهوه وأعدائه، ونيك بيحاول يشرح لها بس هما مش على وفاق وبتدخلوا الزنزانة. شريكها بيبلغها انهم لقوا الأرنبة وبيمشوا، ونيك بيشوف ان نيبلز واقفة قدام زنزانته. نيك بيحاول يهرب بس بيفشل، ونيبلز لما بتسمع عن خناقتهم بتقوله يقول اللي كان عاوز يقوله لجودي. نيك بيقول انه كان شايف القضية مش مستاهلة يموتوا علشانها لانه مش عايز يخسرها. فنيبلز بتدخل زنزانته وتحضنه. نيك بيسألها عملتي كده ازاي، فبتوريه انها عملت مفتاح من الخشب. وبيسمعوا ان الشرطة رايحة للصحراء علشان تقبض على الأرنبة. نيبلز بتقوله انهم هيروحوا يساعدوا شريكته وبيحاولوا يهربوا، بس المهرب بيحذر الحراس وبيقدروا يهربوا من الضباط وبيصادفوا بالويزر. نيك وهو بيحاول يفتح الباب بيفتح بالغلط كل الزنازين. المساجين بيهجموا عليهم وبيكسروا الباب، ولما بيشوفوا الحرية كلهم بيهربوا في عربيات الشرطة. نيبلز بتشوف انهم محتاجين سواق اسرع علشان يوصلوا في الوقت المناسب. نيك بيتصل بفلاش الكسلان. فلاش بيسوق بيهم بسرعة البرق، ونيك بيتصل بموظف استقبال الشرطة بنجامين وبيطلب منه المساعدة علشان يتتبع تليفون الضابطة هاك بوتوم. وجودي والباقيين بيوصلوا قريب من جدار الطقس، وكان في حفلة شغالة هناك، وفجأة بيشوفوا الشرطة وراهم. جودي بتكسر تليفون باوبرت لأنهم بيتتبعوه منه، وبيدخلوا وسط المهرجان وبيهربوا من هناك. بنجامين بعد محاولات صعبة بيقول لنيك إنهم داخلين جوه جدار الطقس، وميلتون بيستغرب هما ليه بيجروا ناحية الجدار، وبيفهم هما ناويين يعملوا ايه، وبيأمر هاك بوتوم توقفهم. وبما إن المهدئات خلصت منهم بيأمرهم يقتلوهم. هي بتتردد في الضرب بهدف القتل، بس خبطة من ضابط تاني بتخلي طلقة تطلع غصب عنها، لكن فلاش بعربيته بيتدخل وبينقذهم وبيجروا جوه الجدار. ونيك ونيبلز بيحصلوهم، بس نيك الباب بيقفل عليه وبيتحبس بره. جدار الطقس بيبدأ يحصل فيه عطل وبيسخن جدا، والباقيين بيدخلوا أوضة التحكم. المهندس لما بيشوف تعبان بيهرب. باوبرت بيحاول يقفل الباب لأن جاري ما بيستحملش البرد. جودي بتلاقي مفتاح التشغيل وبيشغلوه، وبيشوفوا النور طالع من تحت تلج. جودي بتشوف نيك في خطر على شاشات المراقبة، بس نيبلز بتساعده وبتطمن انه كمان. فجأة باوبرت بيحقن جودي بالسم، ولما جيري بيحاول يساعدهم باوبرت بيرميه في التلج وبيقول انهم طول عمرهم مهمشين ولازم يثبتوا قيمتهم على طول، وان لما يحرق براءة الاختراع الأصلية هينتمي أخيرا لعيلته. وبياخد الترياق من جاري وبيخرج علشان يتعامل مع نيك، وبيقابل نيبلز وبيوقعها على الأرض، ونيك بيخرج بره في تلج. باوبرت بيوصل هناك ومعاه السلاح. جودي ما بقتش قادرة تتحرك خالص. جاري بيقرب منها وبيقول لها انها صديقته الدافية الوحيدة وبيلمسها، وبدفى جسمها بيستعيد طاقته وبيقف تاني وبيقول انهم هيساعدوها بترياق. الشرطة بتقتحم المكان وبيفتكروا ان جاري هياكل جودي. بيحاول يهرب بس الضباط بيحاولوا يمسكوه. باوبرت بينط على نيك ويدخلوا في عركة. الأقلام بتقع من الشنطة وبتتزحلق على السلالم اللي تحت، فلفتت انتباه جيري فبيصرخ لنيك علشان يديله الترياق. نيك بيحاول يمسكه بس التلج بيبدأ يتكسر والترياق على الحافة. نيك بيحاول يوصله بس باوبرت بيوقفه وبيقوله ان هو هيقتلهم هما الاتنين وان الموضوع مش مستاهل يموتوا علشانه، بس نيك بيرفض وبيصمم يروح يجيبه وبيرميه لتحت، وجاري بياخده ويحقن بيه جودي. جودي بتفوق وترجع لها الحياة وتشوف نيك في خطر، فبتضرب الضباط وتجري علشان تساعده. التلج بيتكسر بس جودي وجاري بيمسكوا نيك في حين ان باوبرت بيقع لتحت. بيسحبوا نيك لمنطقة الأمان، ونيك بيتأسف لها بيقول لها انه مش فارق معاه لو كانوا مختلفين عن بعض، وهي دايما هتفضل في فريقه. جودي كمان بتقوله انه الشخص الوحيد اللي دايما بيصدقها وهو اهم شخص عندها في الدنيا، وبسرعة بيتصالحوا. نيبلز اللي انقذها جاري بتدخل عليهم وبتبلغهم ان الراجل لسه عايش. باوبرت بيهرب على عربية تزلج ناحية بيته، والأربعة بيركبوا هما كمان عربية تزلج وبيطاردوه. ونيك بيسرق كوفية للتعبان علشان يدفيه. باوبرت بيدخل البيت وأبوه بيهجم عليه فورا وبيشرح لأبوه إنه ما كانش شغال معاهم، ده هو عرف مكان براءة الاختراع الأصلية واللي هتثبت إن التعابين هما المؤسسين الحقيقيين لزيتوبيا، وإنه رايح يدمرها دلوقتي. العمدة براين كان حاضر في الأوضة وسمع كل الكلام ده. ميلتون هدده إنه يسكت خالص وما يتكلمش، وطلب من
بيصمم باوبرت يوديهم لمكان براءة الاختراع، بس نيبلز بتقتحم المكان مع الباقيين وبتهجم عليهم. ميلتون بيأمر باوبرت يروح يدمر براءة الاختراع، ولما بيحاولوا يهاجموا نيبلز بتقول للباقيين يجروا وهي هتعطل الأشرار. وبراين الخايف بيبص على الخناقة. باوبرت بياخد بنزين وبيمشي في متاهة الحديقة ناحية المنارة. جودي ونيك بيوصلوا بس مش عارفين الطريق، فبينطوا على ونش، بيكسروا المتاهة وبيطاردوه. باوبرت بيجري لبره علشان يهرب، والونش بيبدأ يكسر التلج والمنارة بتظهر من تحت تلج. نيك وجودي بينطوا مع بعض فوق باوبرت. جودي بتطلع وبتضربه، بس باوبرت بينط ويقول لهم مش هيعرفوا يوقفوه. بيحاولوا بس هو بيحاول يهاجمهم وجيري بيوقفه، ونيبلز بتعمل عصاية من الخشب وجيري بيضربه وبيفقد الوعي. العمدة براين بيفيد بيه من تنمر ميلتون وبيهجم عليه وبيحقق العدالة بنفسه. جودي بتربط باوبرت بالحبل. بعد كده بيدخلوا جوه المنارة، وتحت المنارة دي بيكون في مدينة كاملة. جودي بتصلح لمبة بايظة والمدينة كلها بتنور. الحي القديم لسه واقف زي ما هو، وبيدخلوا بيت جدة جاري الكبرى والمكان لسه زي ما هو بالظبط. وجاري بيجيله شعور بالحنين للماضي، وبيلاقوا براءة الاختراع الأصلية جوه صندوق. وفجأة كرة لهب بتقع قدامهم. باوبرت تحصلهم لتحت وبيقول إنه هيحرق المكان كله بيهم، بس بيتضرب ويقع على الأرض من الضابطة هوج بوتوم اللي بقت عارفة الحقيقة كلها دلوقتي. كلهم بيخرجوا لبره وبيكلموا الصحفيين وبينجحوا في كشف عيلة لينكسلي. ودلوقتي الكل بقى عارف إن تعابين هم المؤسسين الحقيقيين لزوتوبيا، وعيلة لينكسلي دلوقتي بقوا في السجن، ورئيس الشرطة بوجو خف وتعافى. سوق المستنقع الحمد لله أنقذوه بعد ما مشروع التوسع اتلغى، وحي التعابين اتأسس من جديد والكل هناك مستمتع بوقته. وعيلة جاري بتوصل وكلهم بيحضنوا بعض، وناك بيدي جودي قلم تسجيل جزر جديد، ووقتها بتسجل صوت ناك وهو بيقول لها إنه بيحبها. ودلوقتي لازم يرجعوا لشغلهم، خصوصا إن نيك هرب 200 مجرم من السجن وهو بيحاول ينقذها. بيل ويزر بتشتري تذكرة علشان تهرب لجزيرة، بس نيك وجودي واقفين وراها وهم متنكرين وجاهزين يقبضوا عليها تاني. وفي مشهد بعد تتر النهاية جودي بتشغل تسجيل نيك وهو بيقول لها إنه بيحبها قبل ما جيرانها يقطعوها. بس بعد ما بتمشي في ظل بيطير فوق البيت وريشة بتقع على شباك أوضتها. تفتكروا الظل والريشة اللي ظهروا في الآخر دول بتوع مين؟ شاركونا توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. باي.